يا لهوي، يا لهوي يا جماعة، رحنا فيها، رحنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم. ورجعنا يا جماعة من تاني للعبة بامبكن بانيك رعب المزرعة او زهر اليقطين. طبعا نزلنا عنها فيديو قبل كده، هحطه لكم في الاي اللي فوق، او ممكن تدخلوا على القناة هتلاقوا الفيديو اللي قبل ده، وهتلاقوني حاطط لكم الرابط بتاعه تحت في الوصف. الفيديو اللي فات ده يا جماعة انا كنت لسه اول مرة العب اللعبة، كنت لسه ما فهمتش ايه اللي بيحصل، ازاي اجمع الفلوس وكده. مت مرتين او 3 مرات تقريبا. فالنهارده يا جماعة انا لعبت كام جيم كده قبل ما اصور، عرفت ازاي اجمع الفلوس باسرع طريقه. النهارده هندخل اللعبه وهقول لكم على الطرق اللي تخليك تجمع الفلوس بسرعه وتكسب الجيم بسرعه. فقبل ما نبدا الفيديو احب اشكركم ان احنا وصلنا 100 مشترك، دي حاجه كبيره يعني بالنسبه لي، كبيره، وان شاء الله نوصل ل 200 متابع في اقرب وقت. اتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، واهم حاجه ما تنسوش تضغطوا لايك علشان الفيديو يوصل لناس كتيره. يلا بينا نبدا اللعبه مع بعض. طبعا يا جماعه احنا الفيديو اللي فات ده غلطنا غلطه كبيره، وهو ان احنا ما استغليناش الفرصه قبل الغزاله ما تيجي ونزل على كميه كبيره. يعني نحاول في الفتره دي على الاقل نكون زرعنا شويه، نكون زرعنا على الاقل 3 مرات، يعني حصدنا مرتين وزرعنا التالتة يعني. وفي حاجه كمان يا جماعه احنا اهملناها المره اللي فاتت، هقولها لكم دلوقتي، بس لما نجيب الفلوس وندخل نطور الحاجات، في حاجه احنا نسيناها جوه في حاجات التطوير ده، حاجه مهمه جدا بتخليك تجمع الفلوس بسرعه برضه. طب يا جماعه حصلنا اول مره احنا كده كويس جدا. طبعا يا جماعه احنا كويس كده ان احنا حصدنا مره واحده. احنا في الفيديو اللي فات ما حصدناش غير هي مره واحده اصلا، قبل ما الصوت ده يجي، صوت الصوت اللي اسمه ده العفريت اللي بيجي كل شويه. دي تاني مره نطلع فيها يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. نزرع بقى المره التالتة بسرعه. كويس كويس كويس. زرعنا المرة التالتة يا جماعة، دي حاجة كويسة جدا. طبعا احنا كل تركيزنا دلوقتي يا جماعة على الزراعة دي، لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتجيب لنا فلوس حاليا. هي دي الحاجة اللي نقدر نجمع منها الفلوس حاليا يعني. فاحنا نركز عليها حاليا، نجمع بها أول شوية فلوس اللي بعد كده هيخلونا نشتري الحاجات اللي تزود فلوسنا يعني. بس العفريت جاي، بس عادي 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 جدا. شوف طالما الصوت شايفين يا جماعة يبقى العفريت مش جاي. السلام عليكم. صح يا جماعة، ندخل بقى على مدى التطوير. أقول لكم الحاجة اللي احنا نسيناها. شايفين انتوا العملات اللي على اليمين فوق دي يا جماعة؟ العملات دي بتخلي الفلوس اللي انت بتكسبها تزداد، فاحنا نطورها ونزود سعة المية. شفتوا يا جماعة؟ دي بعد ما كانت بتدينا 2 بقى بتدينا 3. المية خلصت. ايوه يا جماعة، ونجمع الحاجات دي برضو الاستكات والخشب دي الاول كده كمان، علشان برضو نحاول نعمل السنارة في اسرع وقت يا جماعة. وبرضو يا جماعة نركز على حاجة كمان، واللي هي تطوير سرعة إن إحنا نسحب المية وتزويد سعة المية، لأن حاليا عنده عقدتين في اللعبة دي يا جماعة، واللي هي المهرج والغزالة. هنروح نرويها المرة دي، وبعدين نروح نجمع شوية استكات وشوية خشب علشان نروح نعمل السنارة. وبرضه يا جماعة بعد ما تعمل السنارة إياك تستهون بالاستكات دي. الاستكات دي بتجيب لك فلوس كتير جدا يا جماعة. والعملات دي برضه يا جماعة، العملة دي ب60 عملة. احنا يا جماعه لغايه دلوقتي ماشيين في السليم. احنا الغزاله لما بتيجي
بتبوظ كل حاجة يا جماعة، وخصوصا الغزالة بالليل. عادي 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 جدا. ندخل نطور الحاجات يا جماعة زي ما انتم شايفين. نشتري بقى يا جماعة نزود بس الفلوس شوية الأول، وبعدين نشتري المفتاح ده، ونشتري شوية بذور، بعدين نزود كمان فلوس، وبالباقي نشتري بذور. طبعا يا جماعة اللي بيخلينا نموت من الغزالة بالليل إن التحكم في التليفون صعب أصلا. طب فتحنا دي كمان. حلو 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 كويس. كل ما يبقى معانا فلوس يا جماعة نشتري حاجة جديدة، كل ما يبقى معانا فلوس حاجة جديدة على طول. الليل دخل. علشان أنا أكيد انتوا مش شايفين يعني، بس أنا شايف. المهرج جه، نركز معاه الأول يا جماعة، عشان ده لما بيفلت يبقى على الله روحنا فيها يعني. هو هنا هو ناخد منه البالونة. المهرج والغزالة بالنسبة لي عقدة، عقدة يا جماعة والله. نحاول برضو حاليا الخطوة الجاية إن احنا نزود في ساعة المية ونزود في بس يا ابني. الله، المهرج جه يا جماعة المرة دي من غير العفريت ما يجي. معقولة؟ حلو حلو يا جماعة، حلو شغالين كويس. نطلع نروي اللي فوق. نجري على البيت. نعمل ايه بقى دلوقتي يا جماعة؟ نشتري تمام شوية فلوس. تمام، نزود في الفلوس، نزود في شوية الأعداء يا جماعة، نزود في التبع، ونزود في الخزين برضه، والباقي بذور. المفروض النهار يبدأ يطلع. أيوة كده. والغزالة بقى، الغزالة الملعونة تبدأ تجيلنا. تمام، نجمع بقى الاستكات يا جماعة، ويلا بينا عشان نعمل السنار. أنا بس خايف من الغزالة والله يا جماعة، والله خايف منها. لأن في الأيام اللي فاتت يا جماعة كنت ببقى ماشي كويس جدا، وماشي وبزرع وبعمل حاجات كتير، وتيجي الغزالة في الآخر تقتلني. أهي جت أهي. وأنا التحكم عندي مضروب بجزمة. أيوة كده يا جماعة. انزلي. طبعا يا جماعة السمك بيدخل فلوس كتير. ونجمع برضه يا جماعة الاستكات دي بتدخل فلوس كتير كتير جدا يا جماعة. وهوريكم دلوقتي هناك لما نروح نبيعها. والعملات دي برضه بصوا يا جماعة، بقى معانا 364 عملة من ولا حاجة. الغزالة تبعد عني، الغزالة تبعد عني يا ربي. والله يا جماعة بتضيعني الغزالة دي، بتضيعني. راح نشوف السنارة، أكيد اصطادت. بصوا يا جماعة بقى العملات، 27 عملة. ايه ده؟ ايه ده؟ الخطوة الجاية يا جماعة إن إحنا نشتري المزرعة بقى يا جماعة الجديدة اللي جنبنا. نشتري المزرعة اللي جنبنا ونبدأ بقى نزرع بيها. لا إله إلا الله. هذه غزالة هتودينا ازاي؟ تخيلين يا جماعة إن دي بتخليني نضيع في الوقت كتير يا جماعة الغزالة دي. هبص على العملة بقى يا جماعة، 11 عملة، 231 عملة، يعني 220 عملة يا جماعة.
وعودنا نفسكم يا جماعة، بمجرد ما تاخدوا السمكة ارموا السنارة تاني. مش مطمن لما تكون قريبة مني. يا سلام، كفوها بالظبط يا جماعة. يا ست ما تبعدي من عند 500 761 عمر. يا لهوي، يا لهوي يا جماعة، رحنا فيها. رحنا فيها يا جماعة. طب انط مثلا، متنا. طب ايه يعني اطلع ازاي؟ متخيلين بعد ده كله غزالة تيجي تزنقنا كده في الاخر الزنقة دي وتقتلنا؟ طب يا جماعة انا عندي فكرة كويسة. ليه احنا لما نيجي نفتح بتاع التانية دي نشتري شنطة؟ ماشي، نشتري بذور اهوت، نشتري كمان شنطة ونشيل كمان شوية بذور. ليه بقى؟ علشان بدل ما احنا عمالين بنزرع في المحصول القليل ده، نفضل بقى يبقى كل زراعتنا على المحصول الجديد ده اللي بيدخل فلوس كتير. فهمت قصدي؟ ان احنا تبقى دي مزرعتنا الاساسية على طول، ننتقل من مستوى لمستوى تاني على طول يعني. تصدقوا يا جماعة لسه الغزالة ما جاتش، وانا حاليا وانا ماشي بالليل خايف منها والله. جه. فين هو؟ لا لا لا، كده هروح فيها، كده رحنا فيه. لا تعال، كده على الله. اللي ما تعرفوش يا جماعة ان احنا لو ما خدناش البالونة من المهرج ورجعنا اديناها له تاني، هيطلع يجري ورانا وهيدخل ورانا البيت. يعني البيت مش هيحميك، البيت مش بيحميك منه، بيطلع يجري وراك، يدخل وراك البيت نفسه. جه تاني. فينه؟ فينه؟ خد يا عم، والله العظيم أنا كنت هموت فيها يا جماعة، والله كنت هموت فيها. عادي، الدخل اشتري زور، زود سرعة لعبة المية كمان مرة، زود سرعة اللعب. تمام. احنا هنفضل نعلي يا جماعة في سرعة تعبئة المية وسعة المية لغاية ما نخليها فل. في موضوع الغزالة اللي مش هينتهي يعني، بصوا غير ان انا اتجلط منها. على ما اعتقد يا جماعة كان ان احنا جمعنا حاجة السنارة وزيادة كمان تقريبا. يلا عشان الغزالة ما تجيش تزنقنا هنا وهنتزنق زي الكلاب. يلا يا بنت الهبل. العفريت اللي جوه طلع. تمام، انا حسبت نفسي رحت فيها والله. نيجي على اصعب خطوة بالنسبة لي حاليا يا جماعة، وهي خطوة مليان المية. هتقولي روح عند السمكة، والله ما راي.
تروح تزنقني هناك تاني. شكلها وحش يعني لما تزنق. انا جات لي فكره حلوه دلوقتي برضه يا جماعه، علشان لو بالليل وبقينا بنزرع، وهي ان احنا لما نيجي نلعب بالليل ما نمشيش في النص عند الاماكن اللي الغزاله ماشيه فيها دي، لا، نروح نمشي في الجناب. انا اكتشفت ان هي مش بتمشي فيهم يعني. طب ما ايه رايكم يا جماعه، بما اننا احنا عمالين نبيع ونغير، نروح نروق على نفسنا ونلبس تيشيرت جديد، صح ولا ايه؟ ايوه. شايفين بقى يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ نشتري المفتاح ده كمان، التالت مش التاني، لان التاني يا جماعه مش هتعرف تزرع فيه حاليا. جربت برضه اشتريته واشتريت بذوره وما عرفتش ازرع فيه بسبب ان انا لازم اشتري التالت ده واشتري بذوره. يا ريتني ما اشتريت الهدوم يا جماعه اللي خلتني اعمل زي اللي مخليني متشعلق كده. هو ده اللي كان ناقص، هو ده اللي كان ناقص. التلات وحوش في وقت واحد. لان انا يا جماعه لما جيت العب في الجيم اللي قبل ما اصور، لعبت كويس جدا ووصلت لل 3000 عمله. يعني وصلت لل 3000 عمله وخلاص، كان فاضل شويه اوصل لل 4000 واروح اشتري الاربع محولات دي اللي بتتركب في المركب علشان يتحرك. وبرضه اللي هو يعني بعد ما جيت اصور ما عرفتش اعمل ده كله. ليه؟ انا ما اعرفش. التلات وحوش مره واحده، العفريت اللي جوه طلع لي، واللي غزاله جات لي، والعفريت اللي بره جالي هو كمان. المهم يا جماعه، انا هقول لكم على الاستراتيجيه اللي تمشوا عليها بسرعه، الخطوات اللي تمشوا عليها. اول حاجه يا جماعه، تطلع تزرع المحصول، حاول تزرعه على الاقل تحصده مرتين قبل العفريت ما يجيلك في اول مره. افتح المزرعه التانيه، جمع الاستكات والخشب وزرعهم وروح اعمل السناره في اسرع وقت. وضيف لمعلوماتك السناره كل ما تروح تاخد السمكه، خد السمكه ونزل السناره تاني على طول، ما تنساهاش. لما الليل يدخل ما تحاولش تمشي في نص المزرعه، لا، علشان الغزاله بتكون في نص المزرعه. امشي في الجناب بتاعت المزرعه وركز مع المهري. لو ما خدتش بالنا منه ورجعت اديتها له تاني في المره التانيه، هيطلع يجري وراك وبيقدر يدخل وراك البيت ويقتلك. وانت جوه البيت في 3 شمعات جنب السرير، 3 شمعات اللي جنب السرير دول يا جماعه، لانك انت لو لاحظت لما بتدخل البيت بيبدا كل كام ثانيه كده شمعه منهم تنطفي. لما ال3 شمعات بينطفوا، العفريت اللي بيطلع لك من تحت السرير بيطلع. رحت بقى وعملت السناره، هتلاقي طبعا الدخل بيزداد معاك بسرعه. حاول برضو زي ما قلت لك كل شويه تقوم داخل مزود العملات اللي فوق علشان الدخل يزداد. لما تفتح المزرعه التانيه تشتري على طول بذور، بحيث انك تخلي المزرعه التانيه هي المزرعه الاساسيه. فانت خلاص خليت العمله الاساسيه بتدخل دخل بسرعه، السمك بيجيب لك دخل بسرعه برضو. تقوم رايح فاتح المزرعه التالته يا جماعه، هتلاقي المفتاح التاني والمفتاح التالت. لا، سيب المفتاح التاني اللي هو ابو 80 عمله او ابو 80 عمله، ايوه. وفي مفتاح تالت ب 240 عمله، روح اشتري ابو 240 عمله ده الاول يا جماعه. حاول تخليها هي المحصول الاساسي، المزرعه الاساسيه. كل ما تفتح مزرعه يا جماعه حاول تخلي البذور معاك اعلى حاجه علشان تخليها هي المزرعه الاساسيه. تبدا تزرعها وتركز مع السناره وتطلع بره. تركز يا جماعه على الاستكات والخشب، بيدخلوا دخل كبير برضه، ما تستهونش بيهم. مره في مره تقوم رايح داخل شاري بقى المزرعه الاخيره التانيه من تحت من ناحيه اليمين دي يا جماعه. المحصول بتاعها ده بيدخل دخل كبير جدا. ليه بقى؟ بتزرع عدوى، المحصول بتاعها بتقدر تحصده 3 مرات. يعني بتقف عند الزراعية تتك على السبيس 3 مرات، بيطلع لك عملات 3 مرات. طبعا ده مش اخر فيديو للعبة، انا مش هسكت غير لما اختم اللعبة دي قدامكم. بس انا حبيت اقول لكم الطريقة اللي تقدروا تكسبوا بيها علشان يعني ما تكونوش دخلتوا الفيديو على الفاضي. وبس كده يا جماعة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم والنصيحة برضو تكونوا استفدتوا منها. ولو حد يطبق النصيحة دي وقدر يجمع ال 4000 عملة، ينزل يكتب تحت في التعليقات يقول لي انا قدرت ان انا اجمع العملات. وبرضو اكتبوا لي تحت في التعليقات اي حاجه عاوزين تعرفوها، اي لعبه جديده عاوزين نلعبها برضو على القناه، اكتبوها لي تحت في التعليقات. اكتبوا لي اسمها، اضغطوا لايك وتشتركوا في القناه. الخطوه الجايه 200 مشترك هنوصل لها، احنا قدها باذن الله. اتمنى تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. وبس كده يا جماعه، شكرا، عفوا، مع السلامه، سلام.